السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. لو أول مرة تشوفوني أنا بسمة ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتشتركوا في القناة، لايك وسبسكرايب. النهاردة هنعمل روتين مع بعض، وطبعا انتوا عارفين كاس العالم الشهر ده كله، ف لازم بقى ايه يعني نشجع تشجيعة جامدة معانا. يلا. فطبعا المتجوزين مش عايزين جوازهم ينزلوا بقى من البيت كل شوية ويقعدوا على القهوة، واللي عندهم اخوات وكده عايزين اللمة الحلوة، فاحنا نعمله كده. يعني لازم نروق البيت ونظبطه ونروق يعني كده بقى على جوزاتنا وعلى اخواتنا وعلى كل الناس اللي بنحبهم، علشان يعني يبقى فيه روح بقى التشجيع وكده. على فكرة انا ماليش اصلا في الكورة خالص، ولكن برضو عشان ايه يبقى فيه روح تشجيع. فالاول كده روقت كده على جوزي بكوباية قهوة، وبعدين قلت اعمل عصير برضو واشيله في التلاجة، علشان طبعا يزن يعني بيبقى محتاج العصير وكده. فعملت عصير رمان. انا بحب الرمان جدا جدا جدا، وعلى فكرة مفيد جدا في كل حاجة، مفيد للبشرة ومفيد للجسم، مفيد لكل حاجة، وكمان طعمه حلو جدا. بصوا يا جماعة، انا دلوقتي حطيت طبعا فصصت الرمان، دي حاجة صعبة جدا. بعد ما فصصته حطيته في الخلاط. ما تحطوش عليه سكر كتير، لان هو اصلا الايام دي الرمان اساسا لوحده مسكر، فما تحطوش انتوا اصلا سكر كتير. دي اول حاجه. تاني حاجه، وانتوا بتعصروا ما تحطوش برضو ميه كتير، هي نقطه ميه بس عشان يمشي كده في الايه في الخلاط. انا هنا صفيته بعد ما عملته وخلطته كده، صفيته. آه طعمه فوق الرائع. طبعا اي حد اصلا اكيد بيحب الرمان. هنا بقى انا كان عندي شويه مواعين، دي بتاعت الفطار وكده، والقهوه بقى والعصير بتاع يعني الخلاط وكده يتغسل، وكل حاجه كل حاجه كانت قدامي. مسكتها ايه الاول، غسلتها قبل ما اعمل اي حاجه. عايزة أكلمكم بقى يا جماعة شوية عن حكاية الكورة والماتش والكلام ده. أنا كبسمة ماليش أصلا في الكورة، ماليش ده يعني ماليش في الكلام ده، ولكن طبعا يعني الرجالة كلها بتتفرج على الماتشات، بتحب الحاجات دي، تفهميني؟ فاحنا بقى يعني عايزين نهدي الجو ونخلي بيتنا نضيف، نعمله أكل حلو. يعني ايه نظبطه كده الأكل، حتى لو بمشاركة جوازنا لينا ما فيهاش حاجة. وبرضو لازم الأيام دي يكون في دفى. يعني احنا دلوقتي في فصل الشتا خلاص، فبدل ما ينزلوا كده لأ، خلينا مع بعض في البيت، وبرضو هيبقى الجو حلو يعني، فاهميني؟ ممكن نعمل أكلات كويسة جدا مع بعض وقت الماتش دوت، ناكلوها مع بعض كده يعني كسناكس وكده، وبدل بقى ما ينزلوا على قهوة ويصرفوا قد كده. طبعا عايز اقول لكم ان غلاء الاسعار دوت يعني بهدلنا بصراحة. ف بجد بجد كل جنيه احنا محتاجينه يا ريت يعني اقول لكم ايه يعني، يا ريت نحافظ عليه. فاحنا نحافظ عليه في بيتنا، احنا نعمل اكل نضيف في بيتنا، نعمل سناكس حلو جدا في بيتنا. ما فيهاش حاجه برضو لما نخرجوا، اكيد هيجي وقت هنخرجوا، بس مش عامله على بطال، مش يعني مش هنحرم نفسنا من حاجة لأ، بس خير الأمور الوسط برضه. هنا بقى عايزة أقول لكم أنا كنت خلصت كله. الحاجات دي ماما كانت جايباها لي، ف يعني شوية خضار كده من السوق. طبعا أنا أساسا ما بحبش أحط الخضار ده في يعني كبسمة، ما بحبش الخضار ده يتحط في أكلي غير في أكلات معينة بسيطة. يعني مثلا الكوسة دي ممكن أكلها في المحشي مش كتير كمان. الجزر ده ممكن برضو أكله إيه في طبيخ كده بس بسيط قوي، فاهميني؟ فاللي هو مش على طول بصراحة. فأنا باجيب الحاجات دي على القد، لإني مثلًا لمّا آجي أطبخ ليزن هو الوحيد اللي باعمل له الحاجات دي. طماطم وجبت خيار، هي ماما الصراحة بتجيب لي الحاجات ديّة، وأنا يعني باخدها أروّحها البيت وكده، بتبقى عندي الصراحة بتكفّيني ال15 يوم اللي محمد قاعدهم، بتكفّيني وزيادة. وجبت الليمون، عارفين حبّة الليمون الصغيّرين دُولة بيكفّوني، لإن أنا برضه ال15 يوم يا جماعة مش متواجدة في البيت برضه على طول، أنا شوية عند ماما، شوية عند مامة محمد كده يعني. هنا بقى قلنا بقى نعمله أكل حلو، بما إن الأيام الجاية دي قلنا لازم نقعدوا في البيت. فأنا عملت أسهل حاجة، اللي هو الكشري الإسكندراني، مش المصري، كشري إسكندراني.
فاللي هو بقى بتحطي ايه، العدس على الرز على الميه على الملح، وتقلبي ده كله كده في بعضه، ماشي، وعلى الزيت كمان، كله 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 كده في بعضه، بتقلبيه تقليبه حلوه، وعلى النار، يعني على نار عاليه. اول لما النار ديت، اول لما الميه تتشرب منه خالص، بس بقى نيجوا موطيين عليه خالص خالص زي الشمعة كده. انا حطيت يا جماعة هنا نقطة من الكركم علشان تديله بس لون، دي تركاية من عندي على فكرة، علشان بس تديله لون اصفر كده حلو وبس. تمام، جينا بقى عملنا ايه بعد كده، عملنا الجمبري. الصراحة التتبيلة دي مش انا اللي عاملاها يا جماعة، التتبيلة ديت محمد هو اللي كان عاملها قبليها بيوم، فيستحسن ان انتوا تعملوها قبليها ب3 ساعات بس، مش اكتر من كده، يعني ما تزودوش يوم، لا. التتبيلة يا جماعة عبارة عن ايه، جبنا بصلة بشرناها، وليمون وكمون وملح ونقطة صغنطوطة قوي فلفل أسمر، وكمان شوية شطة صغنطوطين قوي قوي قوي، وبقدونس. الكلام دوت كده قلبناه كله 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 في بعضه، وحطيناه في التلاجة لمدة يوم. انتوا ممكن تحطوه لمدة 3 ساعات كويس جدا. شلنا طبعا الكيس الرمل اللي في الجمبري وغسلناه كويس الأول جدا، وبعد كده حطيناه في التلاجة يوم كامل. تمام، احنا هنعملوه مشوي في الفرن، بجد الطريقة ديت تحفة، يعني الطريقة دي للجمبري بجد جميلة جدا جدا جدا. تمام، يعني فوق الوصف بجد. فأنا بس كنت بشرح لكم هنا في الفيديو، بس أنا عملت الصوت يعني. وبعدين بقى حطيته في بايركس، والمية بقى يا جماعة اللي كانت متبقية من الجمبري، يعني التتبيلة بتاعته الحلوة دي، أنا حطيتها عليها، يعني ما رميتش التتبيلة بقية المية اللي نازلة من الجمبري، لا أنا حطيتها على الوش بتاع الجمبري. بصوا، وعلى فكرة كنا حاطين كمان معلقة زيت كبيرة، معلقة واحدة. على فكرة كمان يا جماعة، الجمبري المشوي ده طلع منه شوربة، يعني الناس اللي بتحب شوربة الجمبري طلع منه شوربة. بس وحطيته في الفرن لحد بقى ما اخد اللون الحلو الجميل اللي احنا عارفينه بتاع الجمبري ده. طلعته، هو اصلا مش بياخد يعني وقت اساسا. ده كان هنا بقى الكشري الاسكندراني بوريهولكوا. وهنا يا جماعة الجمبري بقى، بصوا 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 بصوا، على فكرة دي مش ايدي طبعا دي ايد محمد، انا كنت بصور. في الاخر بقى طلعناه وحطينا عليه ليمون. انا هعمل لكم طرق للجمبري تانية حلوة جدا الايام الجاية دي ان شاء الله، هتعجبكم. عايزة اعمل الجمبري اللي هو بالزبدة ده، تحفة برضو، اكيد اكيد هعمله لكم الايام الجاية باذن الله. لو عجبكم الفيديو متنسيش تدعميني باللايك، اللايك اللايك. دمتم سالمين.